السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن حال. اليوم بغيت نحضر معكم وصفات مغربيه وسوريه. خليكم معايا. غنبداو اول حاجه على بركه الله بالحريره. هنا عندي واحد شويه ديال اللحم، زدت معاه واحد جوج بصلات متوسطين، طحنتهم وزدت معاهم الكرفس اللي تا هو مطحون والمعدنوس اللي تا هو طحنته وخليت منهم. غادي تشوفوا معايا في الاخير. غادي نزيد معاهم واحد الكاس صغير ديال العدس اللي نقيتو غسلتو، غادي نزيدو. وغادي نزيدو التوابل. هاد الحريره ساهله كتوجد في ساعه. هنايا عندي الملحه، القزبر اليابس، الكركم، وعندي سكينجبير، الزنجبيل، وعندي واحد المعلقه، نص معلقه صغيره ديال القرفه. غادي نزيد معاهم شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد حتى شويه ديال الفلفل الاسود، راه ما كيبانش. غادي نزيدو من بعد، يعني ما تصورتش اللقطه اللي كنت درتها فيها. وغادي نزيد معاهم بعد ما قليتهم غير شويه، زدت معاهم الماء، زدت عليهم الماء صافي. وغادي نسد عليهم وغادي نخليهم حتى يطيب اللحم وغادي نحل عليه. المهم ما خداش معايا وقت بزاف، يعني تقريبا ربع ساعه حليت عليه. كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل، ها هو صافي طاب. العدس راه هرا حد دغيا كيطيب. هنا غنزيد معاهم واحد 4 مطيشات اللي حكيتهم، طحنتهم ولا ممكن تحكوهم، وزدت معاهم هاد المطيشه هادي اللي كتبان هكا. ما بغيتهاش انا الحريره تجيني حامضه بزاف، ولكن بغيت اللون ديالها تا هو يجي زوين. صراحه جات زوينه وبنينه. المهم زدت معاه واحد الكاس تقريبا صغير ديال هذيك المطيشه الاخرى، واربعه مطيشات اللي كما قلت لكم طحنتهم. ممكن تحكوهم، ممكن ديروهم من الاول، ولكن الا درتوهم من الاول هذاك الشيء اللي كيكون حامض ما غاديش يخلي اللحم يطيب دغيا. من الاحسن تخليوها من بعد. عاود زدت مع واحد المعلقه صغيره ديال السمن. هذاك السمن اللي عندي ماشي حار، غير هكا شويه صافي. زدتها وزدت الماء، تقريبا يطرو ديال الماء اللي زدت. ودابا هنايا زدت الحمص لانه الحمص عندي مسلوق، داكشي باش زدته حتى الاخر. وزدت الشعريه. غادي نخلطهم، غادي نحرك. كما قلت لكم ما خداتش معايا وقت طويل باش وجدتها، وصراحه جات بنينه. هنايا خديت واحد شويه ديال الدقيق اللي زدت معاه شويه ديال الخميره وخلطته. الخميره كتخلي باش ما الا كانت عندكم الخميره البلديه احسن، ولكن كتعطي واحد المذاق في الحريره. المهم انا اكتفيت غير بالخميره الاخرى، درت منها شويه، درتها في الاول وخليتها حتى وصلت الوقيته اللي بغيت ندور بيه الحريره. صافي عاد خويتها، لانه ما كتخليش الانتفاخات مع الحماص والعدس. شويه كيديروا الانتفاخات في الكرش. جربوا هذه بالخميره وغادي تشوفوا كيفاش غادي تعجبكم. هنا من بعد ما درت الدقيق غادي نخليه يغلى، ومن بعد غادي نطفي عليه. وهنايا في هذه المرحله غادي نزيد شويه ديال اللي بقى عندي ديال الكرافس وديال المعدنوس. جربوها، خليوها حتى الاخر، عاد زيدوها فاش تزيدوا الدقيق صافي. وغادي نخليها دابا هنايا واحد تقريبا 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، غير بل ما يطيب ليا هذاك الدقيق. وهي الحريره ديالي راه وجدات كما كتشوفوها، جا زوينه وخاسره. هنا غادي ندوزو للطبق الثاني، هو الكبه في الصينيه السوريه. غادي ندير هنا واحد البصله اللي درت جوج بصلات صغار قطعتهم، خليتهم كما بان لكم حتى ولا اللون ديالهم ذهبي. عاد زدت عليهم واحد المقدار ديال الكفته. غادي نرش عليهم هنايا واحد شويه ديال الفلفل الاسود، وغادي نزيد الملحه، وغادي نبقى كنحرك حتى منها كنحرك وكنفتت هذيك الكفته اللي عندي. ديك الكميه ما درتش بزاف، لانه الكبه اصلا فيها بزاف ديال اللحم، يعني ما ماشي بالضروره نعاود نزيد الحشو. فيه بزاف ديال اللحم. وهنايا زدت الصنوبر اختياري. هنا عندي واحد جوج كيسان صغار ديال البرغل اللي نقعتهم بنص ساعه قبل، ممكن نقعوهم حتى قبل بساعه. صافي غادي ناخذ الكبه اللي عندي. المهم هذا الكاس هذا هو اللي عبرت به جوج، وراه عطاني واحد الكميه اللي هي كيتنفخ من بعد، بحال الكسكس ديالنا حتى هو كيتنفخ. عندي هنايا الكبه واجده اللي شريتها واجده،
وفيها التوابل وكل شيء. المهم انا قسمتها ودرتها هنا في الاكياس على حسب الكميه اللي بغيت. وغادي نزيد معها غير شويه ديال الملحه وشويه ديال بهار كباب وصافي. هذه الكبه عباره على، اللي ما كيعرفهاش شنو هي الكبه، هذه عباره على البرغل، نيت هذاك البرغل مع اللحم اللي كيشدوه كيبقاو كيطحنوه بجوج حتى كيوليو يعني من دابجين، كيوليو واحد بحال عجين هكا، يعني ما كيبقاوش يبانوا. وانا حيت غادي نديرها في الصينيه، يعني داكشي علاش ما عاودش طحنت البرغل. اما الا كانت بغيتي تقليوها خاص تعاودوا طحنوا هذاك البرغل اللي انا فزكته باش تجي زوينه وتشد وتقلى وما تفرتش في القلي. المهم غناخذ هنايا هذا البايركس ديالي اللي غادي ندير فيه، زدت فيه دهنته انا بالسمنه العربي، ممكن دهنوه غير بالزبده، ومني ما كتكونش عندي كندهنو غير بالزبده. دابا حيت متوفره عندي داكشي باش دهنت بها صافي. وغادي نحط هذيك الكبه اللي كما شتوني يعني كتخلطوها لمده 5 دقائق حتى ل7 دقائق باش تندمج مزيان البرغل مع الكبه وصافي. غادي نقادها هكا مزيان. وعاد غادي نزيد هذاك الخليط اللي درت ديال الكفته، الحشو هو اللي غادي ندير، ومن بعد غادي نزيد عليه من الفوق الكبه اللي بقات عندي باش نغطي الحشو حتى هو. ونحاول نوزعو على كاع البلايص. صراحه كتجي زوينه وبنينه، وانا كنفضلها هنا في الصينيه اللي كنخشوها في الفرن كما كيقولوا لها الكبه في الصينيه، احسن من المقليه لانه كتفادى القلي ديال الزيت. اللحوم ونزيدو الزيت يعني شويه صعيب، داكشي باش كنفضلها انايا هكا، وكتجيني ساهله دغيا كنصاوبها اكثريه الا كنت خديتها واجده. هنايا كما كتشوفوا معايا خديت عاوتاني من بعد ما غطيت الطبقه الثانيه، غطيت الحشو، زدت السمنه كما قلت لكم، ممكن تزيدوا الزبده. وغادي ناخذ واحد السكين غادي نبقى كنقطع لانه الشكل ديالو كيجي زوين، ومن غير الشكل ديالو كيجي زوين كيجي ساهل في التقطاع. ملي كنبغيو نحطوها مثلا في طبق التقديم كيكون ساهل باش تهزيها وكل واحد كياخذ القطعه اللي بغا. وهكا كتعجبني انايا. كاينين الناس اللي كيدخلوا هكاك يعني بلا ما كيقطعوها ما والو، لكم الاختيار. غير هكا كما كتشوفوا معايا المنظر ديالها كيجي زوين. ومازال غادي نزوقها بشويه ديال الحبات ديال اللوز اللي عندي، غنزيدهم اختياري يعني ماشي بالضروره. كاين اللي كيدير فوق منها الصنوبر، انا اكتفيت بصنوبر درتو في الحشو. غادي ندير غير اللوز كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين. غادي نغطيها بالورق الزبده وغنزيد عليها السلوفان، عفوا غنزيد عليها البابي الومنيوم، وغادي نحطها في الفرن على درجه 200 ومن الفوق ومن التحت. غتاخذ معايا نص ساعه حتى 40 دقيقه الا كثرت. من بعد نص ساعه كنعريو عليها وكنخليوها غير تحمر شويه من الوجه من الفوق، هذيك 10 دقائق وصافي. هنايا عندي شويه ديال صدر ديال الدجاج اللي هو انا متبلاه ودايراه في المجمد. فيه توابل دايره ليه توابل شاورما. شي مره الا بغيتو نشارك معكم كيفاش كنصاوب شاورما ان شاء الله. هنايا عندي شويه ديال السبانخ شحرتهم حتى هما، قطعت هذوك عاود زدت فرتت وقطعته مزيان بالموس وعاود رجعته لانه بغيت نديرو في الورق الفينو. غتشوفوه معايا ما بغيتش الحشو يقطع ليا الورق، داكشي علاش قطعت صدر الدجاج بحال هكاك. من بعد ما طيبته والنار ديما تكون طالعه باش ما يطلقش الماء ديالو. هنايا عندي واحد شويه ديال الجبن زدته ولكن ما كانش كافيني. ومن بعد زدت معاه واحد الكيريه، زدت واحد القطعه ديال الكيري صافي. وغادي نحاول نخلطهم وزدت شويه ديال الملح والفلفل الاسود صافي. هنايا عندي الورق اللي كنت استعملته ما صورتهاش معكم، كنت استعملته البقلاوه. وغادي يبقى عندي هاد الورق الفينو دغيا كيخسر صافي. قلت علاش ما نديرش له شي حشو، داكشي علاش درت له هاد الحشو ديال السبانخ كانوا عندي، كنت استعملتهم في واحد الوصفه وبقاو عندي واستعملتهم حتى هما، حتى حاجه ما تضيع. ما نضيعوش شي حاجه ونخرجوا منها وصفه.
كما كتشوفوا معايا كناخذ جوج الورقات. ممكن نتوما الا بغيتو ديروا حتى ل3 د الورقات، ولكن جوج كيكونوا كافيين. انا كنحاول هكا ماشي ندورهم، كنديرهم بحال على شكل مستطيل وصافي. واخا ما كنلصقهمش راه غادي يتلصقوا راسهم، يلتحموا بوحدهم في الفرن. غادي نشدهم قطعتهم على هذا الشكل هذا صافي، وغادي دهنهم يا بالزبده يا بالزيت. انا دهنتهم كما قلت لكم توفر عندي السمنه، دهنتهم بالفوق بشويه ديال السمنه العربي، وزدت معاهم هنايا زلجنا الكحل والاصفر السمسم صافي. زدت معاه هو حبه البركه وحطيتهم في الفرن وطابوا وتقرمشوا. هنايا غادي ندوزو، انا كندير معكم المراحل كيفاش خدمتهم. انا غادي ندوزو نصاوبوا الفتوش. هنايا بنتي انا بغيت نقطع، قطعت شويه كلاتو ايوا ما يضيعش صافي. قطعته باش نحمرو. كاين اللي كيقليه، ولكن انا غادي نحمرو غير في الفران من بعد ما نخرج الكبه. غادي نحمرو احسن ما نقليه باش نديرو في السلطه. واخا انا من بعد ما بقيتش حطيته مع السلطه لانه بنتي كلاتو قبل ما نحطو في السلطه عجبها مقرمش. هنايا عندي البقله اللي قطعتها، والخس قطعته، والخيار قطعته، وهنايا شويه ديال المعدنوس، وهنايا عندي اوراق ديال النعناع. ما بغيتش نطول معكم الفيديو كيفاش كنقطع كلشي كيعرف يقطع، كنحاول ندير لكم المختصر المفيد. وهنايا الشكل ديال كيفاش مني خرجتهم. انا ما فهمتش علاش صورت في الاخير وما لقيتش الفيديو اللي صورت فيه الطبله فني. في الاخير اكتفيت غير بالصور اللي عندي جمعتها ووريتها لكم. صراحه الكبه جات بنينه. هنايا كانوا عندي واحد بسيطيلات صغار تا هما حطيتهم، وكانوا عندي واحد لي كرواسون معمرين بالكفته والخضار تا هما حطيتهم. ماشي كرواسون، هذا درتهم بحال لي باغيت. صراحه تا هما كيجيو زوينين. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الحريره جات غزاله، جربوها بهذيك الطريقه. المهم خليتكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.